لو ظهر الفيديو ده قصادك دي مش صدفة، دي رسالة ليك في الوقت الحالي من شخص قاعد بيفكر فيك، قاعد بيتخيلك. تعالوا بقى بينا نشوف طاقة الشخص ده تجاهك ايه، بيفكر فيك ازاي الشخص ده. اذكر اسمه في سرك، وطبعا فكر في الشخص ده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياه، ده واضح ان طاقة الشخص ده فيها احساس بالضياع من غيرك. الشخص ده ضايع من غيرك، حاسس نفسه ان هو يعني في النهاية، ممكن يكون حاسس نفسه ان هو في نهاية المطاف. ممكن يكون الشخص ده نهى معاك العلاقة دي بشكل ممكن مسيء او جارح ليك، لان واضح ان الشخص ده حاسس ان العلاقة اتقفلت والعلاقة ما بينكم انتهت وما فيهاش رجوع تاني. وشايفة ان ممكن يكون عمل بلوك الشخص ده، او ممكن يكون جرحك بكلام او باسلوبه او بتصرفه معاك، لان واضح ان الشخص ده في طاقة تفكير فيك وطاقة حزن على انفصاله عنك وعلى البعد اللي ما بينكم حاليا. وشايفاه بيراقبك عن بعد، ممكن عن طريق مجال السوشيال ميديا، عن طريق مثلا اي اكونت فيك، لان واضح ان الشخص ده عنده رغبة تجاهك بالاشتياق بالتواصل. شايفاه كمان ان الشخص ده مش قايل لك مشاعره تجاهك، مش قايل لك انه بيحبك. ممكن يكون الشخص دوت شخص يعني حريص على اظهار مشاعره، ما قالكش مشاعره تجاهك، ولكن واضح ان الشخص دوت حد كاريزما، لانه هو واضح في طاقته ان ما بيعبرش بسهوله لما بيقع في الحب. الشخص ده ممكن تكون في ما بينكم اختلافات في العمر، اختلافات في عادات وتقاليد، ممكن تكون في علاقه ثلاثيه عنده او عندك انت يا صاحب الطاقه، ولكن شايفه ان الشخص ده بيحبك قوي، وشايفاه ندمان عليك وعلى البعد ما بينكم، وشايفاه ان هو بيتمنى الوقت اللي يرجعكم تاني لبعض. شايفاه بيفكر يفك بلوك، بيفكر يبعت لك مسج، يتواصل يطمن عليك، باله جدا مشغول عليك وعلى اوضاعك، انت اخبارك ايه او بتعمل ايه في البعد، لان واضح ان الشخص متعلق بيك ومتعلق باهتمامك وتواصلك معاه. زي ما تكون انت كنت دايما بتبادر في العلاقه دي او بتهتم، فجاه لقيت الشخص ده نهى معاك كل شيء. شايفه في خروج طرف ثالث في تواصل. طبعا لحجز قراءات خاصه تواصلوا معايا عن طريق رساله لايك وشير عشان توصلوا الطاقه دي لاعلى طاقه خلال الفتره دي.